كنت من ديما كنقابل هاد السيد من شرم ديال بيتي. هاد السيد تقريبا غادي تكون في عمره 80 سنة. وقت ما طليت للزنقة قبل الأذان كنت كنشوفو غادي بشوية على عكازو ووجهو مبتسم. كنت ديما كنتسائل وانا حشمانة من راسي، ولكن بعض المرات كنلقى ديما الأعذار الواهية، وشي مرات ثاني كنعاود نطل من الزنقة وكنشوف هاد السيد مرة أخرى بنفس الابتسامة غادي على حكازو للمسجد، ومرة كيسلم على جيرانو. كنشوف مكانتي وكنتعجب وكنتفكر عذر من الأعذار اللي عطيتهم لراسي قبل الصلاة. راكي مشغولة، ملي تسالي شغالك صلي. واش بصح كنت كندير شي حاجة مهمة هذيك الساعة؟ وحتى إلا كانت، شنو فيها إلا خليت هاد الخدمة المهمة واحد 5 دقائق ورجعت ليها ثاني؟ بقيت كنتسنى ديك العاصفة ديال الأعذار والإجابات المقنعة، ولكن ما جاتش. كانت كتجيني غير قبل الصلاة، من بعد كتمشي وكتخلي موراها واحد الصداع في ودني. راكي فوتي الصلاة. وشحال من مرة فيقاتني عصات هاد السيد وهو غادي باش يودن لصلاة الفجر، واللي كنت عارفة أن المسجد فيه إمام وكيأذن لكل صلاة، إلا أنه كيخلي أذان الفجر لهاد السيد. ندازو سنين على هاد الحال. العصا ديال هاد السيد ديما كنسمعها، ما كيمنعها لا برد لا شتا. كيدوزو سنين والأحوال كتبدل، وباقي هاد العصا كتفيقني. ووقت ما فيقتني بدات عليا تاني ديك العاصفة ديال الأعذار اللي كانت كتبان لي منطقية، وكنرجع لنعاسي وانا موافقة عليها. قنعت راسي بلي هاد السيد ولف على السهير حتى الفجر ومن بعد كينعس، وحيت عنده خدمة ديالو خاصة ما كاينش اللي كيبرز طب الفياق بكري. داكشي علاش كان كيجيه ساهل يحافظ على الفجر لكاع هاد السنين. اما انا كانت الدراسة والجامعة والعمل هما الأعذار ديالي لسنوات، وكل ما جاوني الأسئلة كنت كنطمن راسي بلي شي نهار غنواظب على الصلاة. لواحد النهار سولت فيه هاد السيد على خدمته ونهارو كيفاش كيدوز. عرفت بلي ما كيسهرش حتى الفجر كيف ما كيسحاب لي، على العكس كان كيتعطل في النعاس على حساب خدمته. وواخا هكاك كان كيفيق يوميا باش يأذن الفجر. ما بقاش عندي عذر وقررت نوض نصلي الفجر. مع وصل وقت الأذان همسات لي نفسي: إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، يوما ما سيهديك الله. وغرقت في نعاسي وفوت الصلاة.